في فيديو تاني اتكلمنا عن بعض المشاكل اللي ممكن نعرض إليها نتيجة لحركة زحل وحركة نبتون وتوجههم إلى برج الحمل. طب إحنا هنعمل إيه؟ عشان نعدي الفترة دي ونحاول إن إحنا نهون على بيوتنا ونهون على نفسنا ونهون على بلادنا ونهون على منطقتنا ونهون على كل شيء يخصنا، هنبتدي نقرأ مع بعض يا جماعة، ويا ريت الكلام ده تبتدوه من يوم 8 مايو، تبتدوا تقرأوا إن شاء الله بإذن الله سورة صاد. سورة صاد قد إيه هي مريحة وصورة خفيفة وصورة جميلة. ممكن نقرا معاها سورة الكهف يوميا لو تقدروا طبعا. أنا عارفة إن كلنا بنقرأها يوم الجمعة لأن دي سنة، لكن لو نقدر نقراها كل يوم من يوم 9 مايو لحد يوم 25 مايو يبقى عندنا الكهف وعندنا صاد وأخيرا سورة الكوثر. الصور دي قد إيه جميلة، وعلى فكرة سورة الكوثر للرزق يا جماعة رائعة فوق ما تتخيلوا عطائها وفوق ما تتخيلوا جمالها، فممكن نقراها. ليهم عدد بس احنا هنقرا بلا عدد، يعني حاولوا تقراوا على قد ما تقدروا. طبعا كلنا هنقرا الكهف مره وهنقرا الصاد مره، لكن نقدر نقرا سوره الكوثر حتى واحنا في عربياتنا واحنا في المواصلات واحنا ماشيين في الشارع رايحين مشوار واحنا بنعمل حاجه، ممكن نقعد نقراها بسرنا بدون عدد عشان ربنا يهون علينا الفتره دي. ركزوا معايا جدا، هنقرا صاد وهنقرا سوره الكهف وهنقرا سوره الكوثر. وطبعا اللي عايز يقرا ايه الكرسي طبعا ربنا رب العالمين يجعلها تخفف علينا المشاكل اللي احنا فيها وتخفف علينا كل حاجه احنا بنمر بيها. حاولوا ان انتوا تواظبوا على قراءتها وادعوا ربنا سبحانه وتعالى ربنا يسترنا ان شاء الله وتكون فتره خفيفه هينه تعدي علينا بسهوله. كان معاكم سيدة فوده خبيره الفلك والطاقه والتوبه.